السلام عليكم اصدقائي. اتكلمنا النهارده في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده وقلنا اعمل لنفسك حساب واعمل لنفسك كرامه قبل ما يتعمل لك الحساب وقبل ما تتلغي كرامتك. يا اخوانا انتوا بتسافروا عشان لقمه العيش، فتجبر اللي قدامك ان يحترمك لما انت الاول تحترم نفسك، لما انت الاول تحافظ على لقمه عيشك، لما انت الاول تعمل للي قدامك دوت برستيج وتعمل له حساب وتديله وضعه المادي والاقتصادي، وتعمل لنفسك وضع ان انا رايح اشتغل شغلي اهو، الجامعه اهو، مسكني اهو، هي دي حياتي. لم حياتك كلها واستوعبها عشان تقدر تكيف امورك، لكن تستهتر في شغلك، تستهتر بهزارك مع الناس، تستهتر في حياتك في السكن، بعد كده ما تندمش لما تلاقي نفسك بتاخد على دماغك لانك انسان مستهتر. وفي السفر مفيش مكان، في السفر مفيش مكان للمستهترين، للمتسببين في خسائر، للناس اللي مش شايفه شغلها، للناس اللي ما بتعبدش ربنا. مفيش مكان ليكم بره. بدل ما تتعب نفسك وتسافر وترجع قفاك يقمر عيش، خليك قاعد في بلدك احسن. سافرت اعمل لنفسك وضع وحاسب نفسك قبل الناس ما تحاسبك، واحترم نفسك عشان تجبر الناس انها تحترمك، واحترم الاخرين عشان يحبوك. لو وصلت للحاجات البسيطه دي اللي انت فعلا تقدر تعملها، هتشتغل وهتقضي مدتك وهترجع اجازه وهترجع لهم تاني، هتلاقيهم مستنينك بكل ادب واحترام. خلاف ذلك هيخش في علاقاتكم قله الادب وعدم الاحترام. احترم نفسك عشان الناس تحترمك.